إزاي تقهر الشخص اللي بيهملك باستخدامك معاه أسلوب الصمت العقابي الإيجابي؟ أول حاجة لازم تفهمها، إياك تستخدم الطريقة دي بشكل عشوائي مع شخص مفروض إنك بتحبه، لأنها ممكن تدمر العلاقة لو استخدمتها غلط. تاني حاجة، لازم تبقى فاهم سبب إهماله ليك إيه، لأن عادة السبب بيكون واحد من الاتنين. واحد، يا إما هو مل منك علشان من البداية ما كانش بيحبك بجد، أو تاني سبب، يا إما أنت اديته اهتمام ومشاعر زيادة عن اللي هو يستحقه فضمن وجودك وشبع منك. نرجع لتالت خطوة، بعد ما تكون عرفت الأسباب يجي دور الصمت العقابي الإيجابي، وزي ما هو اسمه واضح إيجابي، يعني أنت هنا مش بتعاقبه لمجرد العقاب، أنت بتعبر عن غضبك واستيائك من أسلوب تعامله معاك. وعلى فكرة، أوقات الإهمال بيكون منه متعمد علشان يشوف مدى تمسكك بيه واصل لحد فين. ودي نصيحة مهمة جدا، اوعى تطلب الاهتمام ولا تطلب منه انه يقرب لك لو حسيت ان المسافة بعدت ما بينك وما بينه، لان الحاجات دي ما بتتطلبش، ولو طلبتها قيمتك هتنزل من نظره وهيهملك اكتر، وممكن كمان يتجاهلك اكتر ويبعد عنك. في الآخر، رابع وآخر خطوة بعد ما تنفذ الصمت العقابي بشكل صحيح، هتلاقيه مستغرب رد فعلك. فلما يستغرب رد فعلك، ساعتها هيقرب منك من تلقاء نفسه من غير ما تطلب منه، وهيحاول يكسبك، وهيبقى عنده شغف كبير جدا يعرف ايه اللي غيرك بالطريقة دي. وساعتها انت اللي هتقرر تكمل معاه ولا لا. جرب الطرق دي واكتب لي عندك في الكومنتات لو عندك أي سؤال.